انتوا ربنا سايب لكم حاجه احلى بكتير قوي من اللي انتوا نفسكم فيها، منع عنكم الحاجه دي علشان انتوا تستحقوا حاجه تانية احسن. انتوا بس مش مدركين ده دلوقتي، هتدركوا ده لما ربنا يعوضكم. ركعتين قيام الليل، وان انتوا تدعوا من ربنا ان انتوا تقربوا منه، ان ربنا يخليكم تقربوا منه، وان ربنا يعدلكم الفتره الصعبه دي على خير، وتكونوا بتعملوا الثلاث حاجات دول: بتحمدوا ربنا كتير، بتصلوا قيام الليل وبتقربوا اكتر من ربنا، وبتدعوا وبتتضرعوا كتير قوي. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا جايه قبل ما اقول اي كلمه، قبل ما انطق اي كلمه، انا اسفه جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديو على يوتيوب، وخصوصا ان انا كنت وعداكم ان انا هنزل فيديو كل اسبوع وكده، لكن بقالي 3 شهور اهو ما نزلتش. سامحوني على الاختفاء ده، واعتبروا ان انا مثلا حصل لي انتكاسه او اي حاجه. بس انا بالفعل حصل لي انتكاسه. بس اوعدكم ان شاء الله باذن الله ان انا كل فيديو كل اسبوع هنزل لكم فيديو على يوتيوب ان شاء الله باذن الله. بس انتوا اكتبوا لي في الكومنتس عايزين نتكلم عن ايه كل فيديو. خلونا نبدا في الموضوع على طول وندخل في الموضوع على طول، عشان انتوا عارفين ان انا اصلا بكره المقدمات. انا مش مجهزه سكريبت للفيديو ده، ولا كاتبه نوتس بقى وايه اللي هيتقال وايه اللي مش هيتقال، لان انا مش جايبه كلام علمي واللي هو كلام بقى من كتب وكده جايه اكلمكم فيه. لا، هو انا جايه لكم بالتجربه الشخصيه، معاكم كاتب على طول. فانا جايه اكلمكم بجد من تجربه شخصيه، من كل الفترات الصعبه اللي انا مريتها بحياتي. الحاجات دي بعد كل فتره صعبه مريت بيها هي خلتني انسانه احسن، او حسنت مني اكتر، لان في ناس بعد كل فتره صعبه بيمروا بيها، واكيد انتم عارفين ده وشفتوا كتير نماذج زي دي، بيكونوا النسخه الاسوأ منهم، على عكس ناس تانية بعد فترات صعبه من حياتهم بيكونوا النسخه الاحسن منهم. يعني دايما لما بيروحوا يسالوا مثلا، وعلى فكره ايا كان ايه سبب الفتره الصعبه في حياتك دلوقتي، لو انتوا شفتوا ناس كتيره قوي ناجحين ومكسرين الدنيا بنجاحهم ومعروفين قوي، وقلت لهم ايه اللي وصلكم المرحله دي بقى، انت ازاي وصلت المرحله دي، هيقول لك دايما هيحكي لك قصه فشله. قالت لي كتير قوي 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 في ناس كانوا كويسين في حته معينه او في حاجه معينه، جيت اسالهم انت ما شاء الله ما شاء الله انت ازاي شاطرين قوي في الحته دي، عملتوا ايه علشان يوصلكم للمرحله دي؟ فبلاقيهم بيحكوا لي الوقعه بتاعتهم او قصه فشلهم في الحته دي. فببقى في الاول او في البدايه لما كنت اصغر شويه كنت بستغرب، يعني وبعدين انا المفروض اعمل ايه؟ انت حكيت لي قصه فشلك. بعد ما مريت بقى بالحاجات دي في جوانب مختلفه، انا فهمت وادركت جدا جدا هما كانوا بيقولوا لي كده ليه. لو انتوا بتمروا بفتره صعبه، فخلوني الاول اقول لكم عقلكم بيفكر ازاي وانتوا بتمروا باي فتره صعبه، ايا كان برضو السبب بتاع الفتره الصعبه ايه، سواء فشل، سواء رفض، اترفضتوا في كذا انترفيو، اترفضتوا في شغل كتير وهكذا، موف اون او بريك اب، ايا كان السبب، العقل بيفكر بنفس الطريقه. هقول لكم ازاي. عقلك بيفكر هو ليه ده حصل، هو فاضل ايه انا ما عملتوش، دي كل الاسئله اللي بتبقى بتتردد في دماغك. ليه ده حصل، هو فاضل ايه انا ما عملتوش، طب بعدين ما عملت كل ده يحصل معايا ده، طب هو ربنا ما بيحبنيش، طب انا ليه هو انا استاهل ده. عقلك بيبقى بيتردد في الاسئله دي، ايا كان الاسئله او اجاباتها مختلفه، او الاسئله بطريقه مختلفه لكنها تقود لنفس الهدف. ضروري ان انتوا تسكتوا الصوت اللي في دماغكم ده اللي بيتردد، لان حرفيا الصوت اللي بيتردد في دماغكم ده لو انتوا ما سكتوهوش، او الصوت ده فضل يتردد في دماغكم كتير، انتوا هتشوفوا الدنيا سودة. ويمكن ان عشان انتوا شايفين الدنيا سودة، فانتوا دلوقتي قاعدين على يوتيوب بتدوروا على اي فيديو يطلعكم من اللي انتوا فيه، لان انتوا بجد تعبتوا. انا عارفه. طيب يا رؤية، انت قلت لنا كل اللي احنا بنمر بيه، نخرج نفسنا بقى من الفتره دي ازاي، او على الاقل خلينا نبدا بنسكت الاصوات اللي جوه دماغنا دي مبدئيا كده ازاي. اول حاجه ضروري، ايوه، ورقه وقلم، النوتس بتاعتكم كده،
وتبتدوا تكتبوا كل حاجه حصلت، كل حاجه ضايقتكم، المواقف اللي حصلت وضايقتكم، ردودكم على المواقف دي كان عامل ازاي. وحتى لو انتوا اتصرفتوا غلط في حاجات تكتبوا طب انا ليه اتصرفت وقلت الكلمه دي، انا ليه اتصرفت وحصل مني الموقف ده، علشان انا اصلا اتقال لي الكلمه دي فحسيتني كذا كذا فحبيت اوضح. بديكم مثال، فاهميني؟ فاللي هو انتوا بتكتبوا كل اكن انتوا بتحكوا لواحده صاحبتكم، يعني حرفيا اكن انتوا بتحكوا لواحده صاحبتكم او حد صاحبكم اللي حصل، اللي ضايقكم. عارفين انتوا بتفضفضوا بس بتفضفضوا الورقه وقلم. طيب تاني نقطه، ودي حرفيا اهم من حتى من النقطه الاولانيه بكتير، او اهم من الخطوه الاولانيه بكتير، وهي وانا كام مره حصلت لي في حياتي ان انا في حاجات كان نفسي انها تحصل قوي، وفي حاجات كان نفسي انها ما تحصلش، حرفيا ما تحصلش وحصلت. بعد مرور من الوقت وبعد مرور من الزمن قلت الحمد لله، الحمد لله يا رب ان ده حصل. انتوا فاهميني؟ يعني والله 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 انا جايه لكم من واقع تجربه. انا حصلت لي مواقف وحصلت لي صدمات وحصلت لي حاجات انا كنت ساعتها منهاره وبقول ليه وكل ده، بس بعد مرور من الوقت والحاجات دي حصلت لي من سنين، يعني انا جايه لكم بقى من دلوقتي وبعد مرور الوقت قلت الحمد لله ان ده حصل، الحمد لله يا رب ان ده حصل لي، لان سبحان الله ربنا كشف لي حكمته وراء الموقف كله. انا متاكده ان انتوا مريتوا بمواقف زي دي كده في حاجات مختلفه، علشان سبحان الله ربنا كشف لكم الحكمه وراء الموقف ده او السبب ده. هل ممكن ان احنا ما نعرفش الحكمه ورا اللي حصل؟ ده اكيد، ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا ان في البدايه ما بتبقوش عارفين ليه حصل ده، ودي اكتر حاجه بتبقى دماغكم عمال يكررها لان هو عايز يفهم. دماغكم دايما بيكون عايز يشوف الرؤيه واضحه حرفيا. والله 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 البوينت التانية دي هي اللي كانت السبب في ان الحمد لله ان الواحد يكون الحاجات الصعبه اللي مر بيها ان هو يطلع منها نسخه احسن من نفسه، ان هو يطلع منها سوي نفسيا اكتر، مش انسان فيه عقد نفسيه اكتر. وانتوا عارفين تاثير ان انتوا تكونوا اسويه نفسيا على اللي حواليكم، سواء بقى اللي حواليكم ده اهلكم، صحابكم، شريك حياتكم، عامل ازاي. الموضوع كبير، الموضوع اصلا يترتب عليه بيتك، يترتب عليه اسرتك، يترتب عليه حياتك. انت اصلا حته ان انت طالعه او طلعتي من الفترات الصعبه في حياتك من غير عقد نفسيه، ده ان دل يدل على ان شاء الله حياتك هتكون عامله ازاي في المستقبل. حياتك بقى دي اللي هي كل حاجه، اللي هي شغلك، دراستك، بيتك ان شاء الله لما تتجوزي، صحابك، اهلك، كل حاجه هتكون عامله في حياتك ازاي اصلا. طاقتك واللي هو ان انت خاليه من العقد النفسيه، وان انت انسانه سويه نفسيا، بتجذب ليكي الناس اللي زيك. فانت حياتك فعلا هتكون مرتاحه نفسيا، وده اهم 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 انواع الراحه. الامتنان، وان انتوا تحمدوا ربنا على كل حاجه، وتكونوا مش بس بتحمدوا ربنا الحمد لله وخلاص، لا، هو انتوا اللهم لك الحمد والشكر، ومن جواكوا يقين ان ده الخير ليكوا، وان مش بس ان ده الخير ليكوا فتره صعبه وهتعدي، لا، ده انتوا تكونوا عندكم يقين في الله ويقين مالي قلبكم ان ربنا هيعوضكم، وان انتوا هتاخدوا حاجه اكبر بكتير قوي من اللي كان نفسكم فيها. يعني والله بجد حته العقليه دي مش سهل انها تيجي، برضو مش صعب انها تيجي، هي حاجه لو عندكم انتوا هترتاحوا قوي. يعني انتوا حتى في الفترات الصعبه او في الحاجات الصعبه اللي انتوا بتمروا فيها، انتوا هتكونوا على قد ما انتوا ممكن تتعبوا احيانا، بس انتوا هتكونوا من جواكم ونفسيتكم مرتاحه. انتوا فاهميني ولا لا؟ والله جايه لكم من واقع تجربه. اكتر حاجه هتطلعكم من الفترات الصعبه وهتسهل عليكم التجربه الصعبه دي او الفتره دي، ان انتوا تحمدوا ربنا وتقربوا اكتر 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 من ربنا. ان انتوا تحمدوا ربنا واللي هي الكلمه وخلاص، لا، انتوا وانتوا بتحمدوا ربنا تكون فعلا عندكم يقين بالله في الحمد. يعني انتوا بتحمدوا ربنا وانتوا موقنين بالله ان ده الخير ليكم، وان دي فتره وهتعدي. مش بس كده،
ان انتوا ربنا انتوا ربنا سايب لكم حاجه احلى بكتير قوي من اللي انتوا نفسكم فيها، منع عنكم الحاجه دي علشان انتوا تستحقوا حاجه تانية احسن. انتوا بس مش مدركين ده دلوقتي، هتدركوا ده لما ربنا يعوضكم. طيب يا رؤية، ازاي نخلي عندنا يقين بالله، وازاي برضو نخلي عندنا حته ان احنا بنحمد ربنا كتير؟ هما خطوتين او حلين علشان تقربوا اكتر من ربنا، وعلشان تقووا حته الحمد دي عندكم قوي. صلوا قيام الليل، ركعتين قيام الليل، ان انتوا تذكروا الله بالسباحه كده، اللي هي السباحه اللي هي ام زرار دي، او السبحه عادي. تذكروا الله كتير، الا بذكر الله تطمئن القلوب. تذكروا الله كتير، وان انتوا تصلوا ركعتين قيام ليل. ولو يا ريت تصلوا الفجر برضو، يعني يا ريت جدا، بس بجد ركعتين قيام الليل، وان انتوا تدعوا من ربنا ان انتوا تقربوا منه، ان ربنا يخليكم تقربوا منه، وان ربنا يعدلكم الفتره الصعبه دي على خير، وتكونوا بتعملوا الثلاث حاجات دول: بتحمدوا ربنا كتير، بتصلوا قيام الليل وبتقربوا اكتر من ربنا، وبتدعوا بتتضرعوا كتير قوي. اشتغلوا على حاجه تانية، ومش شرط ان الحاجه التانية دي يكون ليها علاقه بالحاجه اللي انت فشلت فيها. مش شرط، اي حاجه انت بتحبها اشغل وقتك بيها وخلاص. ما تسيبش نفسك فاضي بمعنى اصح، لان الفضا هو اللي بيولد الاسئله او الحاجات اللي بتتردد جوه دماغك. واخيرا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. حابه اقول لكم حاجه بس في الاخر كده. طول ما انتوا بتقربوا اكتر من ربنا، طول ما انتوا بتحمدوا ربنا على اللي بيحصل، طول ما انتوا ما بتاذوش حد، ما بتعملوش حاجه غلط، وما بتعملوش حاجه حرام، فوالله اوعدكم ان شاء الله باذن الله ان انتوا هتطلعوا من الفتره الصعبه في حياتكم دي احسن، وان انتوا هتوصلوا لمرحله، او هيعدي ايام وشهور وسنين وتقولوا الحمد لله يا رب ان ده ما حصلش، اللي انا كنت عايزاه ده مثلا وما حصلش. لو رجع بيا الزمن هختار مثلا ان الحاجه اللي انا كنت بقول عليها لا وليه تحصل. لو كشف لكم الغيب لاخترتم الواقع. الخص لكم ملخص الفيديو ده في 3 نقط: احمدوا ربنا كتير قوي، فرغوا مشاعركم اول باول، خلي عندكم ومرنوا عندكم عضله قوه الامتنان، مرنوا عندكم الحته بتاعت قوه الامتنان، وقوه ان انتوا تحمدوا ربنا على اللي معاكم دلوقتي اصلا، وعلى اللي حصل لكم، وعلى كل حاجه، ويكون عندكم يقين من جواكم ان اللي جاي احسن. انتوا مش بس هتعدوا الفتره الصعبه دي، ده اللي جاي في حياتكم كمان هيكون احسن بكتير. عايزاكي في كلمه، بصي لي، هاتي ايدك كده. انتي مريتي بايه؟ انتي عارفه انتي مريتي بايه؟ فوقي لنفسك، قومي بقى من سريرك، قولي بقى الاغاني الممله والحزينه اللي انتي قاعده بتسمعيها عشان انتي بتزودي الحاجات اللي في دماغك. افتكري انتي مريتي بايه، وانتي مريتي بمراحل قد ايه، وانتي تعبتي قد ايه في حياتك، فخليكي اصلا واثقه في ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجه تكوني واثقه في نفسك ان انتي هتعدي الفتره دي عادي، وان انت مش بس هتعدي الفتره دي، ده انت هتعديها وتوصلي ان انت تبقي في نسخه احسن وفي مكان احسن منك ان شاء الله. وهو ده النقطه اللي انا بكلمك عنها، ان انت يكون عندك يقين بالله جواكي. جاي اقول لك الكلام ده في النهايه، وجايه اقوله لنفسي انا كمان. الفترات الصعبه ان شاء الله هتعدي، وهنطلع منها ناس احسن بكتير من اللي احنا عليه دلوقتي في كل حاجه. مش بس كده، ربنا كمان هيعوضنا احسن بكتير قوي 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 من الحاجه اللي احنا ما كناش عايزينها تحصل وحصلت، الحاجه اللي ما حصلتش واحنا كان نفسنا انها تحصل. ايا كان بقى، ربنا هيعوضنا عن الحاجه دي اضعاف مضاعفه، واحنا نستاهل حاجات احسن بكتير، بس احنا مش مستوعبين. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.